رسميا لجنة التظلمات تعلن عدم خصم الثلاث نقاط في آخر الدوري من الأهلي. ده بالنسبة لنا احنا كجماهير الأهلي خبر حلو جدا. بس ايه الفكرة بقى ان انت عندك ماتشين صعبين جدا، ماتش فاركو وماتش البنك الأهلي. فانت كده مصير الدوري في ايدك انت او في رجلك انت كنادي أهلي ولعيبة وجهاز فني وكل ده. انت لو كسبت الماتشين الجايين خلاص الدوري بتاعك يا معلم مبقاش موسم صفري، بالعكس بقى موسم يعني احنا انقذناه بعد ما كان كارثي بالنسبة للنادي الأهلي. قولوا لي بقى رأيكم في قرار لجنة التظلمات، هل انتوا شايفينه كويس، هل انتوا شايفينه ظالم، هل انتوا شايفينه ايه بالنسبة لكم؟ انا كأهلاوي طبعا مبسوط بالقرار ده. ممكن اكون شايفه مش عادل قوي بصراحة، يعني لو هنتكلم منطقيا، يعني لان المفروض ان الاهلي طالما انسحب من الماتش، يعني انا رأيي انه يتخصم الثلاث نقط التانيين، بس هما بيقولوا انه ظرف طارئ ومش عارف ايه ادرك تحت بند معين كده. انا عايزكم تقولوا لي رأيكم، يعني عايز الناس تقول لي رأيها كده ايه في القرار ده، هل هو صح، هل هو غلط، هل هو ايه بالظبط؟